لو لسه بتعمل إحماء قبل التمرين وانت ثابت بدون حركة، فانت كده بتضيع وقتك. الموضوع مش مجرد استرتشات بس، الإحماء الاسترتشات بس وانت واقف ده عمره ما هيجهز جسمك انه يستقبل المجهود اللي انت هتاخده خلال التدريب قبل الماتش او قبل التمرين. فلازم الإحماء بتاعك يكون فيه حركة وفيه ديناميكية، بمعنى ان احنا لازم بدل ما بنعمل استرتشات بس لازم كمان بنعمل تدريبات مهمة جدا هبلغك بيها دلوقتي. واول حاجه عندنا لازم نعملها وهي الاطالات الديناميكيه. بمعنى ايه؟ ان رجلك تطلع وتنزل بحركه خفيفه زي الهاي ني. تدريبات الهاي ني ده تدريب مهم جدا. التدريبات الجانبيه اتحرك جانبي يمين وشمال، تمام. الحركات الجامبات ممكن اعمل جامب، تمام. الحاجات دي مهمه جدا ان انا لازم استخدمها في الاحماء قبل التمرين او قبل الماتش. تاني حاجه ممكن كمان اعمل تدريبات السرعه، وهي ان انا اجري 10 متر لمدة 3 مرات، كررها 3 مرات، فده تدريبات مهمة جدا. تالت حاجة لازم استخدم الكرة. المس الكرة، جري بالكرة بوش رجلك الامامي بالخارجي، اعمل باص في الحيطة، باص مع زميلي، مفيش اي مشكلة خالص. لازم انطط الكرة. كل دي تدريبات بالكرة لازم نستخدمها بشكل كبير خلال فترة الاحماء بتاعتنا. جرب البرنامج دوت وهتحس بالفرق. اكتب لي كلمة احمائي لو عايزني اكتب لك احماء كامل ابعته لك وتشتغل بيه قبل المباراة او قبل التمرين او قبل اي وقت انت بتحب تلعب فيه. لازم تسخن بالشكل اللي بقول لك عليه دوت، هيفرق معاك جدا في مستواك في التمرين او في المباراة. هتكون في حتة تانية خالص. ولو التزمت بالبرنامج اللي انا بعته لك دوت، صدقني هيبان معاك جدا في الباصات بتاعتك، في الجري بالكورة، في حاجات مهمة جدا هتقدر ان انت تطبقها بشكل كويس وتكون مميز في وسط فريقك. ودي اكتر حاجة المدرب بيحبها في اللعيب بتاعه، ان هو يكون مميز، بينفذ تعليماته بشكل كويس ومتقن، بيأدي المهارات بشكل كويس، بيأدي معدلات الجري في الملعب بشكل كويس. كل دي حاجات مهمة جدا لازم تتبعها، وصدقني هتفرق معاك جدا. لو عجبك البرنامج وطبقته وحسيت بفرق كبير، او عايز ان انا ابعت لك برنامج تمشي عليه خلال الفترة الجاية، اكتب لي كلمة احمائي في كومنت وانا هبعت لك كل اللي انت عايزه. سلام. وما تنسوش طبعا في الاخر ان احنا نشترك في القناة واديني لايك على الفيديو علشان خاطر اديك فيديوهات جديدة. وما تنساش ان انت تبعت الفيديو دوت لزمايلك. مع السلامة.